على الأقل المغتربين بيضخوا في الاقتصاد المصري ما يعادل 100 مليار دولار سنويا، ده توقعي. وبعدين هو المواطن اللي ساب لك بطاقة التموين وساب الدنيا كلها وطردتوه من المحسوبية ومن الفساد ومن الجوع ومن المرض وسوء التعليم، لما ينزل البلد بتستخسر فيه تليفون؟ ده ناقص يحاسبك على الليلة الحلوة اللي ممكن تقضيها مع مراتك، ده إذا عرفت تقضيها، ولا سيادة الضابط أمن الدولة العار ابن العار اللي ولا مؤاخذة. يعني حضرتك مثلا عايش في أمريكا، فأنت عندك شركة تليفونات مثلا، بيجي يقول لك إيه، خلصت العقد هديك تليفون تاني، فبيدي لك تليفون تاني فبتاخده تديه لمراتك، تديه لابنك، تديه لاخوك، او حد عزيز عليك، امك عاوزه تليفون بتشتري لها تليفون. يبقى انت يعني لمؤاخذه سبت لهم الوطن وسبت لهم رغيف العيش وسبت لهم الطرق والكباري وسبت لهم ميه النيل وسبت لهم الامن والامان، ونازل مصر على الاقل ب10,000 دولار تكلفة قعدتك، وهتصرف. انت من اجدع الزباين، ده انت اجدع من اجدع سايح، لانك هتعزم اهلك، هتشغل بتاع اللحمة وبتاع الخضار والسواقين والحدادين والنجارين، ولو عندك شقة هتظبطها وهتشغل الدنيا كلها وطايفة المعمار، وهتروح المصالح الحكومية هتشغل وهتدفع لهم فلوس، زائد طول السنتين 3 اللي انت قاعدهم عبال ما بتنزل زيارة بتحول فلوس صافيه، دولارات صافيه، من غير ما يحتاجوا يجيبوا يستوردوا ليها مستلزمات انتاج. يعني بقول لك التصدير مثلا، لو مصر هتصدر ب 70 80 مليار فرضا يعني، ف 70 80 مليار مش بيستوردوا حاجات ب 100 وحاجه مليار؟ طب يعني ومستلزمات الانتاج دي هتلاقي على الاقل في 50 مليار 60 مليار بيستوردوهم عشان مستلزمات انتاج. لكن انت ال 33 مليار اللي انت بتحولهم، ولا ال 30 مليار، زائد دي التحويلات الرسميه، زائد تحويلات غير الرسميه بتوصل يمكن ضعف هذا الرقم. ما مصر عايشه ازاي يا جدعان؟ الارقام الرسميه اللي انتم بتشوفوها دي ولا حاجه. فعلى الاقل المغتربين بيضخوا في الاقتصاد المصري ما يعادل 100 مليار دولار سنويا، ده توقعي من خبرتي. ال 100 مليار دول لو اتنزعوا من مصر جاعت مصر واتدمرت وراحت في 60 مصيبه. ده ده ال 100 مليار ايه صافي، الدوله ما بتستوردش ابره، ويجي المغترب نازل بتليفون عاوزه يحاسبك، تحاسبه جمارك. طب ما الراجل دفع جمارك في البلد اللي هو فيها. وبعدين يا راجل، ده هو اللي معيشك يا ابن الكلب يا واطي، هو اللي مأكلك، هو اللي مدلعك، هو اللي مهشتكك. انا متوقع في اكتر من 20 مليون مواطن مغترب، كل مواطن مسؤول عن اسره، حتى لو كان واخد اسرته معاه. يعني المواطن المغترب اللي واخد اسرته معاه ده مش هيبعت حاجه لاخوه، مش هيبعت حاجه لامه، مش هيبعت حاجه لابن عمه، مش هيبعت حاجه لصديق عمره، مش هينزل يعمل اجازه يصرف له 10 20 الف دولار 15,000 دولار. ده هو شحات، لو هو شحات هيصرف له 2000 3000 دولار. لو في من الدول العربيه وظروفه يعني زي الزفت، هينزل يصرف له 150 200 الف جنيه. هو هيقعد له ايه شهر ومش هيعمل حاجه، يجيب لحمه وهياكل وهيشرب ده غير الهدايا، طبعا بيجيبوا هدايا. مش مصر ما بتنتجش حاجه، المغتربين بيجيبوا هدايا معاهم، هدوم، شويه حاجات هدايا خفيفه للناس. مصر ما بتدفعش حاجه. ما انت لا مؤاخذه لما تجيب لي شويه هدوم، انا مش هنزل اشتري هدوم، فمش هنستورد هدوم. يبقى انا وفرت دولارات اهو. لما تجيب لي تليفون معاك، مصر مش هتستورد تليفونات، يبقى انا وفرت فلوس التليفون، الدولارات اللي بتخرج. وبعدين هو المواطن اللي ساب لك بطاقة التموين وساب الدنيا كلها وطردتوه من المحسوبية ومن الفساد ومن الجوع ومن المرض وسوء التعليم،
لما ينزل البلد بتستخسر فيه تليفون؟ يعني مأكلك ومشخخك ومعيشك، ولولاه لمت من الجوع يا نظام قذر حقير، مستخسر فيه تليفون؟ طب انت ما استخسرتش ليه في سيادة الضابط الشقة اللي بتديها له ببلاش مع انك بتقبضه ملايين في السنة ولا في الشهر؟ ما استخسرتش فيه ليه فنادق القوات المسلحة ولا المتشلحة؟ ما استخسرتش فيه العربيات المجانية اللي بتديها له؟ ما استخسرتش فيه الخدمة المجانية من كل خدمات الدولة؟ ولو حب يدفع بيدفع بتخفيض 60%. 60%. سيادة الضابط اللي بيعمل ربع مليون جنيه في الشهر مرتب وهو عميد عقيد، ده لو ما سرقش وما كلش فلوس الكانتين وما سرحش العيال بصناديق الخضار والسمك والرز والسكر واللحمة والفراخ هيعمل له ربع مليون. فاحنا عاوزين نسأل الناس انتوا ايه حكايتكم معانا؟ انتوا ساكتين على القهر والظلم ده ليه؟ ده ناقص يحاسبك على الليلة الحلوة اللي ممكن تقضيها مع مراتك، ده اذا عرفت تقضيها. المرض والقهر وقلة التغذية وقلة القيمة والذل اللي انت عايش فيه هيخليه ينتصب ازاي يا واطي؟ ده يقول لك بنستخدم الفياجرا ومش محوقة. ما انت ضعفان لا اكل فيه وحاسس بالذل والعار، بقيت مكسور يا ولداه، والمرض راكبك من فوقك وتحتك، لا في رعاية صحية ولا طبية ولا تأمين صحي ولا علاج. ولو عندك فلوس تروح الأجزخانة تجيب علاجات ما فيهاش مادة فعالة، كلها نصب، دكاترة نصابين وأدوية نصابين ومصالح حكومية نصابين وشرطة قاتلة وفجرة ونصابين وجيش نصاب قاتل وفاجر وخاين الوطن بيبيع حتى أراضيه الموكل بحمايتها. فاضل لكم ايه يا بلد؟ ولا فاضل لكم ايه يا شعب في البلد؟ كله يقول لك اصل احنا خايفين. ايه اللي انت خايف عليه وحط امك منك ليه؟ خايف تسيب العزبة يا ولده؟ خايف تسيب المستشفى اللي بتخش تتعالج فيها؟ خايف تسيب رغيف العيش اللي منعك وحرمك منه؟ خايف على عداد الكهرباء ابو كارت اللي بيشتغل يومين في الشهر؟ ولا خايف على ماسورة المية اللي بتجيب لك مية مجاري وبيطفحك الافات في السنة عليها؟ ولا خايف من المدرسة اللي طفحة فيها المجاري وما فيهاش كرسي لابنك يقعد عليه؟ ولا خايف من الأقسام اللي كلها قلة قيمة وأمن وأمان؟ ولا الكماين؟ ولا سيادة الضابط أمن الدولة العار ابن العار اللي لا مؤاخذة ربنا ابتلاه؟ ده لو خد شريط فياجرا ما بيعملش حاجة فيه، لا مؤاخذة اصله مبتلى يا ابني، لا مؤاخذة اصله مبتلى يا ابني لا مؤاخذة حضرة الضابط، ويطلع يخطف الناس وعشان ما بيقفش ويبقى شكله زي الكروت الحريمي الفتلة، والمدام لا مؤاخذة بتنتشي عنه، البقرة الصغيرة دي بتنتصب عنه، يطلع أمراضه النفسية والعصبية والبدنية ويكهرب في الأماكن الحساسة للناس. نشر على اليوتيوب تكبيس تكبيس تكبيس. اللايك يا جدعان، ما بتحطوش اللايك على البث ليه؟ وانتوا كلكم لجان. ايه ده؟ فرحوني مرة يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله.